السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الكريمين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هواة عصافير الزينة. النهاردة هنستكمل الجزء الثاني من الخوف من المخاطرة في تربية طيور الزينة أو المخاطرة في التطوير من طيور الزينة في العموم، أيا كان الفئة أو أيا كان النوعية. احنا كنا بنتكلم عن البادجي، وطبعا ما كملناش الحديث المرة اللي فاتت، وكان لازم أوريكم طبعا بعض الفئات التانية زي البلاك فيس والرمادي. طبعا أنا كنت بحاول أشوف لكم طيور من الطيور الكويسه اللي طالعه. طبعا في كذا فئه طالعه كويسه. هذا احد الطيور بلاك فيس، طبعا شوشه وكرك وفي ريش في الكتف خفيف. طبعا حجم العصفور نفسه كويس، وده من ضمن الاهداف اللي الواحد بيسعى ليها. فبفضل الله رب العالمين في انتاج كويس بالنسبه للبلاك فيس او بالنسبه الدبل بلاك. برضو طلعنا الحمد لله دبل بلاك من طيور عايز اقول لكم ان هي سبريت 50%. يعني ايه سبريت 50%؟ يعني طير اصله من مثلا ذكر بلاك فيس سبليت وينج مع انتاج بلاك فيس سبليت وينج، فانتاجهم كان الوينج بتاعه 50%. يعني احتماليه وجوده شبه تكون يعني مش اقول معدومه، ولكن احتماليه بسيطه. الاحتماليه دي انا عايز اقول لكم ان هي ساعات كتير قوي بتنجح، وانا جربت السنه دي في اكتر من حاله موضوع 50%، والحمد لله بفضل الله عز وجل الدبل بلاك سبحان الله جاي من 50%. فبص انت رزقك محتوم، يعني انت بس اسعى وطور من نفسك وحاول ان انت تجيب طيور او توصل لطيور حتى لو باسعار بسيطه، حتى لو هي سبريت 50% هاتها واشتغل عليها، مش هتخسر حاجه. لو جبت 10 تجواز مثلا او 5 اجواز سبريت 50 هيطلع من ضمنهم حاجات فيهم سبريت صريح ان شاء الله. ده دبل بلاك ازرق، طبعا في كورك صغير خالص اهو لو حضراتكم شايفينه، في ريشتين بس هنا كده مش واضح ولا لا معاكم. طبعا ده طالع ولد، هو هيطلع ولد غالبا. ما شاء الله مستوى كويس، وان شاء الله برضه هنطور من الشكل ده. طبعا هيدخلوا الموسم الجاي ده مع فئات تانية مختلفة. في تاني دبل بلاك، في عندنا اكتر من حاجة الحمد لله رب العالمين من الطيور الاسبليتات. فيا جماعة موضوع الاسبليت ده شيء كويس واسعوا ليه، مش انا معيش فلوس اجيب دبل بلاك. يعني الدبل بلاك دلوقتي حاليا الازرق زغليل تقريبا الجوز بحوالي 3000 جنيه حاجة زي كده. الرمادي بتاعه بيوصل 5000 جنيه تقريبا. برضه دي بنوته انتاج الموسم، بنوته دبل بلاك. طبعا العصافير في قلش خلاص بدأوا يخشوا في قلش، الريش بدأ يقع ان شاء الله. برضه حجم كويس معقوله، انا عن نفسي راضي عنها. ان شاء الله السنه الجايه اطور اكتر. فالموضوع مش مرتبط بوقت معين، ولكن في بعض المربين عندهم فكر معين، وهو ابتدي لما تيجي ابتدي من حيث انتهى الاخرون. ولكن ابتدي من حيث انتهى الاخرون دي معتمده على اكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه ودي اهمهم ان يكون معاك سيوله كافيه، الحاجه الثانيه يكون عندك الخبره الكافيه انك تطور من الطيور دي. بمعنى انا واحد من الناس لسه اول مره اربي طيور وعايز ادخل في حاجه قويه جدا ومعايا السيوله. طيب انا معايا السيوله، رحت جبت طيور وليكن مثلا خلينا في الزبرة. ممكن بعض المربين او معظم المربين معانا عارفين الزبرة اكتر شويه، فخلينا في الزبرة. فجاب ذكر فول اورنج راح مديه الانتايه نورمال، وعلى هذا الاساس افتكر ان هو هيطلع كل الفروخ فول اورنج. والحاجه الثانيه اللي بيقعوا فيها بعض المربين بالنسبه للزبرة برضه يجيب لك الفول اورنج مع الفول اورنج، وانا هديهم انا عايز اطلع فول اورنج بس، فيجيب الذكر فول اورنج مع الانتاج فول اورنج يقول لك كل انتاجهم يطلع فول اورنج، ويتصدم في الانتاج ان الانتاج طالع فول وطالع هاف طبعا، وده امر طبيعي جدا. نفس الكلام في البادجي، اللي هيجيب طير بسعر غالي او بفلوس عاليه شويه وهو ما عندوش الفكر وما عندوش المعلومه ازاي يشتغل، فبالتالي لما يجي يشتغل هيشتغل غلط وهيطلع ياخد سبليتات ملهاش اي قيمه بالنسبه له. هو برضه مش هو ايه في الاخر هيبقى عصافير عاديه وانتهى الموضوع على كده. ومعظم الناس اللي بتدخل بالصدر الجامد قوي ده او معاه فلوس مثلا، فداخل بشغف وداخل اللي هو عايز يطور، عايز يبقى احسن حد في الدنيا. ده غالبا ما بيقعدش يعني كتير، ممكن سنه 2 بالكتير وتخلي الموضوع كله انتهى.
فاللي عايز اوصله لكم انك اسعى واشتغل على طيورك. عندك مساحه، ما عندكش مساحه، ممكن تشتغل بجوزين وربنا يكرمك فيهم. هات جوزين سبليتات وينج وفيس واشتغل عليهم، ربنا يكرمك منهم ان شاء الله وتطلع دبل بلاك. زي ما بقول الجوز الدبل بلاك زغاليل الجوز ب 3000 جنيه في السوق، الجوز الدبل بلاك الرمادي زغاليل حوالي ب 4 او 5000 جنيه. فانت اولى بالقرش ده. طب انا عندي طيور دلوقتي اهو وان شاء الله انا بقول هطور منها. طب اللي هطور منه دوت انا بسعى على ايه؟ انا بسعى على الحجم واللون والشكل وتركيبات تانية مختلفة. فكل مربي ليه فكر معين بيشتغل عليه. فاتمنى تكون النصيحه وصلت وما تخافش من المخاطره وخاطر بحاجات بسيطه، مش هتدفع فلوس كتيره قوي. الاسبليتات اسعارها مش غاليه يا جماعه، مش غاليه. انت لما تدفع في جوز مثلا الاسبليتات 1000 جنيه ولا 1500 جنيه ولا 2000 جنيه دي مش فلوس، خاصه لما تشوف العائد بتاعهم ان شاء الله. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.